ومن ضمن مشروعات مؤسسة فذكر بناء المساجد وإعادة ترميم المساجد. تعالوا نشوف التقرير. يجري الآن على قدم وساق العمل من إتمام أو إنشاء الدور الثاني بمسجد السلام الكائن بعزبة حسين سليمان، مركز إهنسيا، بني سويف. صورنا لحضراتكم ما تم إنشاؤه في المسجد تحت، وإحنا دلوقتي بنصور على أرض الواقع، وإحنا واقفين على الفرشة بتاعت الصبة قدام حضراتكم. يا أخي الكريم، هلم لعمل الخير، هلم للمشاركة في هذا البناء، أشرف البقاع وأطهر البقاع وأحب البقاع إلى الله تبارك وتعالى. معانا الأستاذ محمود الشامي، المدير التنفيذي لمؤسسة فذكر، اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلها حلقة وصل لإتمام هذا العمل المبارك. ومعانا الحاج محمد اللي هو المسؤول عن المسجد من أهل البلد. أستاذ محمود، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك فضيلة الشيخ، وان شاء الله احنا دايما مكملين في الخير مع بعض باذن الله تعالى، ومتشرفين طبعا بوجود حضرتك معانا النهارده باذن الله، وحضرتك تبقى شاهد معانا على الشغل الجميل ده ان شاء الله. وده طبعا ما بيتمش ان شاء الله غير لما بنكون كلنا ايدينا في ايدين بعض ومستمرين باذن الله تعالى. هنخلص السقف وهننزل تحت ان شاء الله في الدور اللي احنا فيه ده، هنخلص التشطيب وهنعمله مسجد وهنعمله مكتب تحفيظ قران وهنعمله مستوصف، لان اقرب مستشفى هنا تقريبا على بعد 15 كيلو زي ما حضراتكم شايفين وعارفين. هنا صعب قوي المواصلات جدا يعني، فان شاء الله مستمرين باذن الله لحد ما نكمل المسجد ونسلمه زي ما سلمنا الدور الارضي تحت باذن الله، وهيكون على اكمل وجه. وان شاء الله تكونوا معانا في الافتتاح باذن الله تعالى، وده هيتم طبعا بخلال حضراتكم وبخلال الساده المشاهدين باذن الله تعالى. شكرا يا استاذ محمود. حاج محمد، حضرتك قول لي عايز ايه او تطلب ايه من الساده المشاهدين؟ بفضل الله سبحانه وتعالى الصورة واضحة يعني قدام حضراتهم هم، بفضل الله سبحانه وتعالى النجارة والأسمنت والحديد والخراطيم الكهرباء والمكملات الصب يعني. فإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يقدر، وربنا سبحانه وتعالى بيقبل بالذرة من يعمل مثقال والدل على خير كفاعل. فربنا يكرمنا إن شاء الله. إحنا الصورة واضحة يعني قدام الناس بفضل الله سبحانه وتعالى. اللي ربنا يقدره على أي حاجة مادية معنوية من خلال القنوات الشرعية لمؤسسة فذكر، يبادر بأن يتصدق لله عز وجل في هذه الأيام الكريمات المباركات، عشان ننجز زي ما أنجزنا تحت إن شاء الله رب العالمين. شكرا أستاذ محمود، شكرا حاج محمد، وشكر الله لكم جميعا إن شاء الله، وجعلنا الله وإياكم دائما وأبدا عونا في الخير. شارك معانا واتصل بينا على الأرقام التالية، وهيوصلك مندوبنا لحد باب البيت.